كانت مرشدة سياحية وبقت صديقة النجوم، عاشت طفولة قاسية واتحرمت من أبوها، بتعشق الجرأة وتحولت للتحقيق بسبب هوت شورت. أصالة خطفت جوزها والكذب عندها أصعب من الخيانة، اعترفت بعمليات التجميل اللي عملتها، وعلاقتها بأحمد السعدني محيرة الكل. صندوق أسرار المذيعة إنجي علي، يا ترى ليه طفولتها كانت قاسية؟ هل ارتبطت بالفنان أحمد السعدني؟ اللي عملته لما أصالة اتجوزت جوزها طارق العريان؟ هجاوبكم على كل الأسئلة دي وأكتر، وكمان هقول لكم أسرار كتير قوي عن حياتها في فيديو جديد من حكاوينا. المذيعة إنجي علي الرقيقة اللي مدوبة الكل بجمالها الأجنبي وجرأة لبسها، اتولدت في بقها معلقة دهب بمعنى الكلمة. أبوها كان متريش ومعاه فلوس، وأمها كانت دكتورة جامعية، وهي كانت طفلة شقية جدا وخاطفة الأنظار من صغرها بجمالها. طبعا بعد اللي قلته يبقى لازم اللي كانت تطلبه إنجي علي بيتحقق فورا. عايشة في نعيم ودلع، بس كل ده مدامش معاها كتير، وفي يوم وليلة صحيت على أصعب كابوس في حياتها، وهو رحيل والدها وهي لسه حوالي 5 سنين بس، ودي كانت أصعب لحظة في حياتها. لحد النهاردة بتعاني علشان اتحرمت من حنانه واهتمامه وهي لسه صغيرة. الحرمان من كلمة يا بابا صعب، بس الحقيقة مامتها كانت ب100 راجل وربت بنتها على الغالي برضو. أي نعم النعيم اللي كانت فيه قبل رحيله أقل، بس برضو أي حاولت تخليها في نفس المستوى ودخلتها أفخم المدارس في القاهرة. طبعا ده باين جدا على أسلوبها وحياتها دلوقتي. ولما كبرت إنجي واتخرجت من الثانوية العامة، للأسف مجموعها ما جابش غير معهد سياحة وفنادق، وبعد ما خلصته قررت تدرس علم نفس في الجامعة الأمريكية. وطبعا والدتها شجعتها وقالت لها شوفي نفسك في إيه وأنا هعمله لك. بعد ما خلصت دراسة علم النفس اكتشفت إنها عاوزة تدخل المجال الإعلامي، وساعدتها والدتها بمعارفها، وبدأت مسيرتها في قناة النيل وبعدها قناة دريم، وانطلقت في مسيرتها الإعلامية اللي قدرت من خلالها تتعرف على مجموعة كبيرة من النجوم الوسط الفني. النجوم حبوها جدا وبدأوا يرشحوها علشان تشارك في أعمال فنية، وكانت البداية مع فيلم سهر الليالي، وكمان 55 إسعاف وأحلام الفتى الطايش، ده غير أفلام كتير جدا، بس للأسف ما قدرتش تحقق النجاح اللي حققته، واتقال علشان ما شاركتش بالمجاملة مش بالموهبة، وما كانتش بتاخد عليها أجر. بعد فترة طويلة من تواجدها مع الفنانين والسهر معاهم، اتعرفت على المخرج طارق العريان ووقعوا في حب بعض، وكانت قصة حبهم الكل بيتكلم عليها لحد ما اتجوزها وعاشت معاه أحلى أيام حياتها، لحد ما المطربة أصالة ظهرت في حياتهم وطلبت من المخرج طارق يخرج لها فيديو كليب. طبعا أصالة كانت بتقابله كتير علشان تظبيط الشغل، وفي الفترة دي حست إنجي إن أصالة معجبة بجوزها، بس هي ما اهتمتش وقالت عادي ما هو عنده معجبات كتير، وسابت جوزها يسافر مع أصالة علشان يصوروا الكليب. ولما رجع اعترف لها اعتراف صادم جدا، وهو إنه واقع في حب أصالة وعاوز يتجوزها، وانفصلت عنه إنجي فورا في هدوء من غير أي شوشرة. إنجي عندها الكذب أصعب من الخيانة علشان بتقدر تأمن نفسها من الخيانة قبل ما تحصل. وعلاقتها بالفنان أحمد السعدني محيرة الناس لأنهم رايحين جايين مع بعض، وده خلى الناس تقول إنهم بيحبوا بعض، بس هي نفت وقالت إنهم مجرد أصدقاء. اللي محدش يعرفه عن إنجي على إنها اتحولت للتحقيق بسبب ظهورها بهوت شورت جريء في مهرجان الجونة. أما عن عمليات التجميل فقالت إنها ما عملتش غير بوتوكس بس. تفتكروا صديقة النجوم إنجي علي أفضل دلوقتي في الإعلام ولا ترجع تكمل في التمثيل؟ ويا ترى هي كانت صح لما سابت جوزها على راحته يحب أصالة وتلهفوا منها ولا إيه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.